أهلا بيكم. معاكم شريف المصري وعينا أمان. الحلقة الرابعة عن فضل الصدقات. إحنا ليه اتكلمنا عن الصدقات يا جماعة؟ قلنا علشان الناس اللي توفت يتمنوا إن هم لو رجعوا الدنيا تاني يعملوا صدقات. فإحنا قسمنا بعض الصدقات السهلة على عدة حلقات، ودي الحلقة الرابعة. الصدقات اللي هم اتمنوا لو يرجعوا الدنيا تانية يعملوها، قلنا منها جزء وهنكمل منها التاني. هنتكلم مثلا في القرض الحسن والتفريج على المسلم والصبر عليه. القرض الحسن ان انا اديك قرض واستناه ويجي ميعاده وانت تتاخر، وانا ابقى قابل ان انت تتاخر واستنى عليك تاني. هنا بتكلم على القرض الحسن عشان الدنيا تبقى برضو معروفه وسهله. انا ما كنتش املك من في دنيتي 1000 جنيه، ويجي حد يستلف مني ال1000 جنيه او نصهم فادهم له، واكون منتظر من نفسي ان انا اقدر اصبر عليه وان هو يتاخر عليا وانا اقدر اصبر. دي يمكن تكون صعبه. لكن لما انا يكون مثلا كل اللي معايا 1000 جنيه، انا بدي امثله يعني، وهو جه استلف مني 10 جنيه، 10 جنيه لا تمثل شيء بالنسبه لل 1000 جنيه. هي مش وجعاني، هي انا مش مستنيها، هو انا مش هعمل بيها حاجه بكره، بس خلاص انا سلفتها له وهو اتاخر فيها. مفيش مشكله ان انا اصبر بحب مره واثنين وثلاثه. عايز اقول لك اللي اكتر من كده لو ما جابهاش انا الكسبان، انا هاخدها في حته ثانيه من غير ما يكون ضحك عليا، من غير ما يكون غصب عني. لكن انا كمان تكون نيتي لفلان اللي خد مني مبلغ كذا، هو قادر يسد ولا هو مش قادر يسد، هو دي ظروفه ولا هو بيستهبل عليا، دي كذا ولا دي كذا. لكن في الاخر انا بتكلم ان انا لو سلفت حد مبلغ هو مش كبير بالنسبه لي، لكن هو كان بيحل مشكله عنده، انا احسن لي ان انا اصبر عليه مره واثنين وثلاثه، ويا رب يتاخر، يا رب يتاخر عشان حسناتي انا تزيد، وابقى بعمل صدقه اللي هو انا لو اتمنيت ارجع الدنيا تاني بعد ما اتوفى هعمل كده، هبقى راجع عشان اعمل كده. طب ما انا في ايدي اعملها دلوقتي. لكن ما بتكلمش على حد مسلف حد مبلغ هو مستنيه عشان يجوز بيه بنته فهو اخره، او هيعمل بيه مشروع، او هيسد دين عليه. مش دي الارقام اللي انا بتكلم فيها، انا بتكلم في الحاجات السهله قوي. ان انا كمان اتجنب الشرور والخطايا صدقه. ان انا الاقي ان في مشوار شر المفروض ان انا اروحه مع ناس، فاحاول ما اخليهمش يروحوا، او انا على الاقل ما اكونش معاهم. ده نوع من انواع الصدقه. ان يكون رايحين مشوار نخطئ فيه خطيئه، او نعمل فيه حاجه مش صح، حاجه مش مظبوطه، حاجه غلط، ان انا اخليهم ما يروحوش صدقه. ان انا على الاقل اكتفي بنفسي وانا ما اروحش صلاه. هو لو كل واحد بدا بنفسه الدنيا هتبقى حلوه. انا مش مطلوب مني ان انا اجبر الناس ان هم يعملوا او ما يعملوش، او لا لا، خليني انا ابدا بنفسي بس، مش اكتر. فان انا اتجنب الشرور والخطايا دي صدقه. ان انا اعفو عن المسيئين صدقه. سمعت انه فلان قال عليا كذا او اساء في حقي او مش لازم اقف احاسبه، مش لازم اقف اقول له الدنيا وليه والحساب والبتاع. انا باخلاقي هبين ان هو ما بيكونش بيقول صح، باخلاقي هبين مين صح ومين غلط، هتمنى له الهدايه. يبقى انا اعفو عن المسيئين صدقه. مش لازم كل حقوقي اخدها في الدنيا يا جماعه. في حقوق ممكن ابقى محتاج ان انا اخدها في الدنيا، وفي حقوق لو سبتها لهناك احسن، هتبقى ابرك وهتبقى احسن، وهيبقى انا الكسبان يعني مش خسران. ومع ذلك وكل ده انا هتمنى الهدايه للناس التانيه. هتمنى ان هم يشوفوا الدنيا بعيني لو انا شايفها كويس. هتمنى ان هم يحسوا الدنيا باحساسي لو انا حاسسها كويس. احنا كده خلصنا الحلقه الرابعه من الصداقات، وعلى لقاء تاني.